في فيديو النهاردة هنشتغل مع بعض بوك بالكروشيه بغرزة جديدة. البوك متزود من جوه بجيب داخلي. هنركب مع بعض السوستة بكل سهولة. لو أول مرة تشوفي القناة بتاعتي، أنا فاطمة من قناة كروشيستا. يسعدني إن انتي تدعمي الفيديو ده بلايك وتعليقي تحت الفيديو تقوليلي من أي بلد بتشوفيني. ولو انتي أول مرة تشوفي القناة بتاعتي، تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. الخيط اللي أنا استخدمته هو خيط مكرمية مصري، واستخدمت معاه إبرة مقاس 5. والمحفظة بتاعتي استهلكت 220 جرام من خيط المكرمية. أول حاجة هعملها عقدة البداية. بعد كده هشتغل سلسلة 1 2 3 4 5 6 7 8. هشتغل 18 غرزة سلسلة، والمقاس بتاعي على قد التليفون. بتطولي شوية على مقاس التليفون. طلعوا معايا 18 سلسلة. هسيب أول غرزة سلسلة وادخل ابتداء من الغرزة التانية، أدخل الإبرة تحت ضلع من السلسلة بتاعتي وأعمل غرزة حشو. الحشو بتتعمل بدخل الإبرة في الغرزة اللي عليها الدور، أسحب أطلع خيط، معايا طرفين من الخيط على الإبرة، بلف أطلع من الاتنين. تاني الغرزة اللي جاية وراها بدخل الإبرة، أسحب أطلع خيط، معايا طرفين، ألف أسحب من الاتنين. ودي اسمها غرزة حشو، ورمزها في الباترون حرف الإكس أو الزائد. أنا هشتغل على السلسال بتاعي كله. كل غرزة هتقابلني هطلع فوقيها واخد غرزة حشو لغاية ما أكمل لنهاية السطر. كل غرزة دخل الإبرة واسحب اخد حشو لغاية النهاية. هنا أنا جيت لنهاية السطر وخلصت السطر بتاعي كله لغاية آخر غرزة. هطلع ارتفاع سلسلة وأقلب الشغل بتاعي. بعد الارتفاع هقلب الشغل. أول غرزة عندي أهي، هدخل جواها، لا اللي وراها هدخل فيها الإبرة، يبقى أنا هسيب غرزة أدخل على التانية واخد غرزة حشو زي اللي أنا عملتها تحت، وبعد كده أرجع للغرزة اللي أنا سبتها، أدخل الإبرة وأسحب آخد خيط. كده أنا عملت حرف إكس. بسيب الغرزة الجاية أدخل على اللي وراها، أدخل فيها وآخد غرزة حشو، وبعد كده أرجع للغرزة اللي أنا سبتها آخد فيها حشو. كده أنا عملت إكس. أسيب الغرزة اللي عليها الدور، أدخل على اللي وراها آخد فيها حشو، وبعد كده أرجع للغرزة اللي قبليها آخد فيها الحشو التانية عشان أكون عندي إكس بغرزة الحشو. هفضل ماشية لنهاية السطر، أسيب الغرزة اللي عليها الدور، أدخل في اللي وراها آخد حشو، وارجع للغرزة اللي أنا سبتها آخد فيها حشو. هكمل لنهاية السطر بنفس الطريقة لغاية آخر غرزة. أنا هنا جيت لنهاية السطر، اتفضل معايا الغرزة الأخيرة هحط فيها غرزة حشو واطلع ارتفاع سلسلة واقلب الشغل بتاعي. ده شكل الغرزة من الظهر.
دي أول غرزة في السطر. هدخل الإبرة واسحب خيط اخد فيها غرزة حشو، والغرزة اللي وراها غرزة حشو، واللي بعديها غرزة حشو. همشي السطر كله، كل غرزة هتقابلني هياخد فيها غرزة حشو علشان أجيب نفس عدد الغرز اللي أنا بدأت بيه البداية لغاية ما أخلص السطر التالت. كل غرزة فوقيها غرزة حشو. هكمل السطر لغاية آخره. جيت لنهاية السطر، آخر غرزة مش بنساها وبتعامل فيها، اللي هي كانت آخر غرزة إكس. هطلع ارتفاع السلسلة وأقلب الشغل بتاعي. هرجع أكرر غرزة الإكس، هسيب الغرزة اللي عليها الدور أدخل في اللي وراها عكس السطر اللي فات. هرجع أكرر تاني الإكس اللي أنا عملتها فوق السلسلة. هدخل الإبرة وأسحب آخد غرزة حشو، وبعد كده أرجع للغرزة اللي أنا سبتها. هرجع وأكرر سطر الإكس اللي أنا عملته تاني سطر بعد الحشو، عشان أنا عملت السلسال مشيت عليه حشو وبعد كده مشيت غرزة الإكس. بسيب الغرزة اللي عليها الدور أدخل في اللي وراها وبعد كده أرجع للي قبليها. كده أنا همشي سطر بغرزة الإكس زي ما اتعلمناها، والسطر اللي وراه بغرزة الحشو لغاية ما أجيب الطول المطلوب اللي هو طول التليفون. يعني أنا أكتر البوكاك والمحافظ اللي بعملها على مقاس التليفون. بجيب الطول بتاع التليفون. أنا طالعة معايا هنا خيط المكرمية المصري، طلعوا معايا 10 سطور وانتهيت بغرزة الإكس. انتهيت بغرزة الإكس، وده الشكل بتاع الغرزة والوش بتاع البوك بتاعي. الخطوة اللي بعد كده أنا هبدأ أشتغل في القاعدة اللي هتبقى من تحت. بطلع ارتفاع سلسلة، وخدوا بالكم بقى أنا هدخل في أنه غرز بالظبط. هطلع ارتفاع السلسلة وأقلب. هنا أنا هاخد الشغل بتاعي كله في الغرزة الخلفية اللي من ورا، بسيب الأمامية ما بشتغلش فيها. باخد في كل غرزة هتقابلني من الغرز اللي عندي غرزة حشو في الغرزة الخلفية في الضلع الخلفي فقط، عشان أنا بعمل سور للبوك بتاعي. وهنا اهو بوضحها لكم ان انا سايبه الضلع الامامي من قدام واشتغلت على الخلفي عشان يبدأ يتنى معايا واعمل القاعدة بتاعتي. هفضل ماشية لغاية النهاية. هنا انا جيت لنهاية السطر، هطلع ارتفاع السلسلة وهاخد الشغل بتاعي علشان اعمل الجيب اللي من جوه. الخيط خلاص معايا، هبدأ دلوقتي اجيب خيط تاني وانزله تحت الشغل علشان اكمل الشغل بتاعي. دي كده القاعدة انا بتنيها على جوه. هنا هشتغل السطر التاني في القاعدة، كل غرزة فوقيها غرزة حشو تحت ضلعين عادي، ما باخدش في ضلع واسيب ضلع. هشتغل السطر كله غرزة حشو في الضلعين لغاية ما اكمل لنهاية السطر. هنا خلاص انا خلصت السطر التاني في القاعدة، وده الشكل اللي واضح قدامكم. هشتغل السطر التالت، هطلع ارتفاع سلسلة
واقلب الشغل بتاعي. هاخد الشغل بتاعي في الضلع، انا هنا معايا 2، محتاجة اني اعمل السطر التالت عشان اطلع الجيب بتاع البوك من جوه. هاخد الضلع الامامي اللي من قدام واسيب الخلفي اللي من ورا، واشتغل على الضلع الامامي. كل غرزة من اللي تحت هحط فوقها غرزة حشو في الضلع الامامي، واسيب الضلع الخلفي. هكمل لنهاية السطر، وبعد كده نشوف الخطوة الجاية. هنا أنا خلصت السطر الثالث في عمل القاعدة بتاعة البوك بتاعي. كده أنا عملت 3 سطور، وده العرض بتاع القاعدة. هنا ده الوش بتاع البوك. بعد ما خلصت القاعدة بتاعتي بشوف المقاس بتاع التليفون، كده تمام. ده الطول اللي أنا محتاجاه. الخطوة اللي بعد كده هكمل شغل واطلع بالظهر من نفس المكان. هطلع ارتفاع سلسلة واقلب الشغل بتاعي، وهاخد الشغل في الغرزة الأمامية، وبسيب الضلع الخلفي اللي من ورا. وهنا أنا اشتغلت على الضلع الأمامي وسبت الضلع الخلفي اللي من ورا، علشان ده هيبقى السور بتاع القاعدة للبوك بتاعي. زي ما سبت الغرزة الخلفية في أول سطر أنا عملته للقاعدة، هنا بدأت أشتغل برضو في الغرزة الأمامية وسبت الخلفية. ده شكل القاعدة اللي كونت معايا 3 سطور بتوعي. هنا في ضلع بارز من الناحية اللي من قدام واللي من ورا، الوش بتاع البوك والظهر. هفضل ماشية بقى غرز حشو في الضلع الأمامي لغاية نهاية السطر بتاعي. ده شكل القاعدة اللي كونت معايا من جوه. وهنا بدأت أطلع بالظهر بتاع البوك. أنا الظهر بتاع البوك هطلعه كله غرز حشو عادية، نفس عدد السطور اللي عملتها في الوش هرجع أكررها في الظهر بنفس الطول. هشتغل كل غرزة حشو فيها غرزة حشو لغاية نهاية السطر. ولما يجي نهاية السطر أطلع ارتفاع سلسلة وأقلب الشغل بتاعي وأرجع أكرر السطر تاني. هفضل شغالة لغاية ما أعمل الارتفاع اللي اتكونت معايا. هنا في ضلع من جوه بارز. دلوقتي أنا هدخل الإبرة وأبدأ أسحب خيط جديد علشان أعمل الجيب الداخلي اللي من جوه. في أول غرزة هدخل الإبرة بالشكل ده وأبدأ أسحب خيط جديد من الغرزة عشان أطلع بالجيب اللي من جوه. والضلع ده على في ال3 سطور اللي أنا عملتهم بتوع القاعدة. هسحب أطلع خيط وأطلع ارتفاع سلسلة، وانزل تاني في نفس الغرزة. أدخل الإبرة واسحب اخد غرزة حشو. كل غرزة من اللي عندي في القاعدة هدخل جواها واعمل غرزة حشو لغاية نهاية السطر. وانا كده ببني جيب من جوه للبوك بتاعي، اللي هو الجيب اللي هيقسم البوك لجزئين. انا بجيب الخيط بتاع البداية بنزله تحت الشغل علشان ما يبانش. هفضل ماشية لغاية نهاية السطر، كل غرزة فوقيها غرزة حشو. هنا خلصت لغاية نهاية السطر. بعد كده هعمل ارتفاع سلسلة واقلب الشغل بتاعي. وده شكل الجيب اللي هيتكون معايا، هيبقى في القاعدة في نصها. انا لسه ما كملتش الظهر، هكملهم الاتنين مع بعض.
هنا هبدأ اخد كل غرزة حشو عندي من تحت هحط فوقيها غرزة حشو لغاية نهاية السطر، واجي عند النهاية ارتفع السلسلة وافضل ماشية كده. عدد من السطور هيبقى اقل من عدد سطور القاعدة. ده الجيب اللي هيبقى من جوه، هخلصه واخلص القاعدة ونشوف الشكل اللي انا وصلت له. الخطوة دي بقى بعد ما خلصت الظهر بتاعي، عايزة امشي صف داير ما يدور، اظبط التعريجات بتاعة السطور بتاعتي. فانا هشتغل ارتفاع سلسلة. هنا الغرزة دي اللي هي اول سطر عندي في الجنب هياخد فيه غرزة حشو، واللي وراه غرزة حشو. انا همشي على الحرف، كل سطر من الغرز الحشو اللي انا عملتها هحط في الضلع المقابل ليه او في الحرف بتاعه غرزة حشو عشان اساوي الصف بتاعي، يبقى كله غرزة واحدة. هنا انا جيت لغاية اخر غرزة عندي في السطر، والغرزة دي انا هحط فيها مرتين علشان في كيرف، فانا لما اجي الف لازم اعمل تزايد علشان الشغل بتاعي يتفرد. حطيت مرة وارجع احط الحشو التانية معاها في نفس الغرزة. يعني انا هفضل ماشية كل غرزة فيها غرزة من الاتجاه بتاعها، بس لما اجي عند الغرزة اللي من على الحرف في الاربع جوانب هحط في كل مرة اتنين 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 اتنين. هو ده بس التزايد اللي انا هعمله في اللفة بتاعة السطر بتاعي كله. هكمل بقى الشغل بتاعي، كل صف هحط فيه غرزة حشو لغاية ما الف الاربع جوانب. هنا بقى خلاص انا بروزت القطعة بتاعتي كلها، وده الشكل اللي اتكون معايا بعد ما خلصت تعديل السطر، وكمان خلصت الجيب الداخلي من جوه ونهيته وقطعت الخيط. انا سايبه الخيط بتاع الشغل بتاع البوك الاساسي اللي هو السطر اللي انا لفيت كله بالحشو، سايبه فيه الخيط ما قطعتوش. الخيط اللي انا قطعته اللي هو الخيط بتاع الجيب الداخلي اللي من جوه. الخطوه دي دلوقتي هشتغل على الثلاث سطور بتوع القاعده، وهطلع من القاعده دي من الثلاث غرز بالجوانب بتاعه البوك على الثلاث غرز يمين وشمال. الجنب الاولاني في الثلاث غرز هيجي على اول غرزة في الضلع الخلفي اللي من ورا، واسحب خيط واطلع ارتفاع سلسلة واشتغل 3 غرز حشو فوق كل غرزة من بتوع القاعدة غرزة حشو. 1 2 3. هنا خلصت ال3 غرز اللي انا هكمل عليهم السطر. اطلع ارتفاع السلسلة واقلب الشغل بتاعي واشتغل فوق ال3 غرز 3 غرز زيهم، كل غرزة فوقيها غرزتها. 1 2 وهنا الغرزة التالتة. بعد كده هطلع ارتفاع سلسلة واشتغل كل سطر 3 غرز ارتفاع سلسلة 3 غرز حشو لغاية ما اعمل قطعة تساوي الطول بتاع البوك. انا هنا عملت قطعة بتساوي الطول بتاع البوك بتاعي وخلصتها. هبدأ اعمل القطعة التانية برضو بربط خيط وببدأ اعمل زي اللي انا عملته بالظبط هنا لغاية ما اكون القطعتين معايا. هنا بقى خلاص انا خلصت القطعتين. هجيب الخيط اللي هو الشفاف واجيب ابرة تنظيف وادخل الابرة في الخيط، وهبدأ دلوقتي اقفل الجنب
مع الجيب بتاع البوك. ثبت الخيط زي ما انتم شايفين، وهبدأ دلوقتي اخد من الجيب الداخلي على القطعة اللي انا عملتها في الجنب. كل غرزة معلي في وشها اثبت الشغل بتاعي، وما تقلقيش الخيط مش هيبان. يعني الخيط اللي انا بشبك بيه ده شفاف، مش هيبان معاكي في الشغل. هكمل بقى تثبيت القطعة والقطعة التانية. بعد ما اخلص التثبيت دلوقتي هقفل الجوانب مع الوش ومع الظهر بنفس الخيط اللي معايا. هبدأ اخد كل سطر مع السطر اللي في وشه، كل غرزة مع اللي في وشها، تقفيل رايح جاي بالخيط بتاعي اكني بسرج شغل خياطة عادي، كل غرزة مع اللي في وشها علشان اقفل الجناب. نفس اللي انا عملته في الجنب الاولاني هبدأ اعمله في الجنب التاني، وهقفل الجوانب مع الوش والظهر عشان اقفل البوك بتاعي. هنا بقى خلاص انا خلصت الخطوة دلوقتي اللي هبدأ اعملها، اللي انا هساوي الصف الاخير، هشتغله داير ما يدور على البوك بتاعي الوش والظهر مع الجنب. هنا اخدت غرزة منزلقة عشان اطلع بس من النص، بعد كده هطلع ارتفاع السلسلة. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا هشتغل على الضلع الخلفي اللي من جوه عشان ابدأ انقص في الشغل علشان تركيب السوستة. هيجي هنا على الغرزتين بتوع الزاوية هاخدهم تناقص، بدل ما اخد غرزة واحدة واطلع منها، لا انا هحط الغرزتين على الابرة واسحب منهم خيط عشان اخد غرزتين في غرزة واحدة. دلوقتي انا هشتغل على الوش بتاع البوك، كل غرزة حشو من عندي من تحت هدخل في الغرزة الخلفية اللي من ورا واسحب خيط اخد فيها غرزة حشو. كل غرزة هتقابلني هدخل الإبرة واسحب اخد غرزة حشو لغاية النهاية، لغاية ما اكمل السطر ده لغاية الآخر. خلصت الوش بتاع البوك، هاخد الغرزتين الأخار مع بعض مع الجنب، يعني آخر غرزة في الوش مع أول غرزة من الجنب هاخد غرزة تناقص، وبعد كده حشو عادي، وبعد كده تناقص الغرزة من الجنب مع أول غرزة من الظهر، وأكمل الظهر بتاعي غرز حشو في الغرزة الخلفية.
وبكده نكون خلصنا شرح البوك بتاعنا. اتمنى اللي هو يعجبكم، واتمنى كمان ان انتوا تدعموا لي الفيديو ده بلايك وتعليق تحت الفيديو. ولو انتي اول مرة تشوفي القناة بتاعتي تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد. هسيب لكم تحت في صندوق الوصف فولدر كامل لكل شغل المحافظ والبوكاك والشنط اللي انا عملتها هنا على القناة.